نيجي لاشهر مشهد واشهر دويتو في السينما المصريه، طريقه التصوير، الكلمات، اللحن، الاداء من محمد فوزي وليلى مراد كان في منتهى الجمال، لدرجه ان البعض ممكن ما يكونش عارف ان اسم الفيلم ورد الغرام، ودايما يتقال فيلم شحات الغرام بسبب الدويتو والاغنيه دي. مظبوط. الغنوه دي بالذات هو بحسب تسلسل الفيلم والمنطقي بتاعه ان هي في الاول سألت، فهو لوحده جاوب لها على سؤالها، بس يعني من غير ما يبقى في انتراكشن ما بينهم وبين بعض. وهنا بدأ اللقاء الحوار بقى. بينهم بقى. حتى لما ما هم هنا اهو بدأ يستعطفها، والنبي ربنا يخليك يحني عليا بحسنه لله ومش لله عارف ايه. روح. لا روح مش وقتك دلوقتي، يعني هي لسه رافضه، لسه مش متأكدة اذا كان اوكي ولا لا يعني. هنبدأ نحس ده بقى في الغنوة اللي بعد. انما هنا لسه، هنا كان دويتو كان شيق جدا ومنطقي جدا، واللي كاتب كان كاتب الموضوع ده بحرفية مفرطة. بديع خيري. طبعا. طيب ليه احنا دايما لما بنتكلم عن فكره الدويتو، رغم انه ظهر في السينما المصريه كتير، لكن دايما بنستشهد بالدويتو ده، فكره التناغم في الكلمات ما بين الردود والله لا، وتناغم الصوت. على فكرة في دويتوهات كتير جدا ناجحة في الفترة دي. بس انا بقول من اشهر الدويتوهات اللي كانت في فتره الخمسينات، لانه كان من الدويتوهات اللي في الاول، وكان طريقة سرد الكلام وطريقة ترجمتها باللهجة كانت هي عايشة لحد النهارده. طيب هو تلحين الدويتو بيكون من كتر ما صعب، كانت او قوية كتابه يعني. الدويتو بيكون صعب كتلحين وكتابه؟ لا تلحينه لا كتابته بتبقى مش صعبة زي، يعني طبعا عندها صعوبتها، ولكن مش صعبة زي التلحين، لان راجل وست اذا طبقتين مختلفين. وصعوبتها بقى بتبقى بتخش في كذا مرحلة. يعني مثلا دي ست، هل صوتها عالي قوي ورفيع وحد وبتاع، ولا ناعم وشوية عنده بادي وهادي وراسي وبتاع، يعني ولا يعني هيبقى قريب من طبقة الراجل ولا بعيد عنه. ففي تلحين الدوتوهات دايما الملحن بيبقى عنده مشكلة، هيتنقل من هنا لهنا ازاي، وهل الجملة مستحملة ولا لا، طب الكلمات قادرة توفر لي المنطق بتاع اطلع من هنا لهنا. اصل هو المساحة لو بعاد عن بعض هيبقى صعب قوي، بتبقى مشكلة. لان الكلام لازم يساعد عشان النقلة دي. ما هو هنقل واروح فوق ليه طالما ان الكلام مش طالب مني ان اعمل كده. فاهم اقصد ايه؟ فبتبقى شويه صعبه على الملحن انه يعمل كده. بنيجي بقى طب خلاص ماشي اوكي، عملنا اللحن اللي عارفين نعمله. طيب انا بقى مطربه معروفه وليا وزني، وانت راجل معروف وليك وزنك انت كمان. في هنا مشاكسه ممكن تقابلنا، لانه بس هنا المطرب هو الملحن، يعني هو اللي مالك الجزء بتاعه وبرضه مقدم لها الجزء بتاعها، وملحن مش اي ملحن. والله بقى هم كانوا يعني هل علاقتهم ساعتها، يعني انا بفترض، انا مش بتكلم على ان هو ده اللي حصل ولا بس هو واضح من طريقه الدويتو وحتى اجواء الفيلم نفسها. انا يعني بصي، هو لما بتيجي تعملي دويتو دلوقتي النهارده بيبقى عندك كذا تساؤل، وبنقعد عدينا من اول مرحله، يا رب اللي جايه تبقى كل مرحله فيها مشاكلها. طبعا، لانه مين عايز يحط اسمه الاول بقى، مين عايز يبقى ظاهر الاول اكتر، مين عايز يبقى اعلى من التاني في المكساج، مين عايز